طبعا بغض النظر على تعادل النادي الاهلي النهارده مع سيمبا في افتتاح بطوله دوري السوبر الافريقي، لكن الاهلي قدم مباراه كبيره جدا وخصوصا في الشوط الاول، وكان الافضل فنيا في اغلب فترات المباراه. والنادي الاهلي بدا المباراه بشكل كويس جدا في كل شيء، من الضغط، الانتشار، تضييق المساحات، التحولات الهجوميه. النادي الاهلي كان مسيطر ومستحوذ على اغلب فترات الشوط الاولاني. النادي الاهلي خلق اكتر من فرصه، النادي الاهلي كان ممكن يسجل اكتر من هدف في الشوط الاولاني ويخرج بنتيجه على الاقل 3-0 في الشوط الاولاني. كهربا على الاقل ضيع 3-4 فرص النهارده في الشوط الاولاني، منهم فرصتين مؤكدتين. الفرصه اللي هي مستحيل تضيع من واحد زي كهربا اللي هي بتاعه رضا سليم في منتصف الشوط الاولاني. النادي الاهلي الحقيقه تحس ان هو مع كولر بقى منظومه كرويه على اعلى مستوى. النادي الاهلي النهارده تحس ان هو بيلعب في قلب القاهره، ودي من اكبر المميزات اللي عملها كولر مع النادي الاهلي. مفيش فرق النادي الاهلي بيلعب بره ولا جوه، بتلعب جوه ارضك ولا بره ارضك. النادي الاهلي تحس النهارده بيلعب في استاد القاهره. النادي الاهلي حتى المنظومه بتاعته بتاع الفرقه ما تحسش ان في لاعب غايب. يعني النهارده علي معلول غايب، عبد المنعم مش موجود. النهارده بتبدا ب الو ديانج وقفشه وكوكا في نص الملعب، ما تحسش خالص بغياب امام عاشور ولا مروان عطيه. النهارده بسم الله ما شاء الله على كوكا في نص الملعب، من مباراه لمباراه بيقدم مستوى جيد جدا مع النادي الاهلي وبيقول انا لاعب كبير وان شاء الله المستقبل بتاعي. النهارده كوكا كان مضيق المساحات وقافل المساحات اللي بين الخطوط بشكل رائع جدا، بين خط وسط النادي الاهلي وبين خط دفاعه. النهارده الو ديانج عمل مباراه على اعلى مستوى. النهارده الثلاثه كانوا قريبين جدا من بعض، كانوا مستحوذين على نص الملعب بشكل كبير جدا. النهارده اغلب لعيبه النادي الاهلي كانت فايقه فيه، وخصوصا في الشوط الاول. طبعا الشوط الثاني بدا التركيز يقل، بدا اللعيبه تتعب شويه، لكن النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا في المقبل. النهارده كهربا كان ممكن يبقى افضل من كده لو حتى سجل فرصه من اللي جات له في الشوط الاولاني، ولكن هي دي مشكله كهربا الرئيسيه، ان هو بيجي له 4-5 فرص مؤكده في المباراه ويروح جايب لك هدف زي ما حصل النهارده قدام سيمبا. ودي مشكله النادي الاهلي الكبيره جدا في عدم وجود راس حربه يقدر يصنع لك الفارق ويقدر يجيب لك جون من نص فرصه ويقدر يخلص لك مباريات زي بتاعه سيمبا النهارده. عشان كده النادي الاهلي راح جاب موديست، وطبعا موديست لسه ما اقنعش النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي، بس ان شاء الله مع اكتمال اللياقه البدنيه يقدر يضيف للنادي الاهلي في الحته دي، لان النادي الاهلي محتاجه بشكل كبير جدا في الحته دي بسبب كميه الفرص اللي بتضيع من النادي الاهلي. وزي ما شفنا النهارده كميه الفرص اللي ضيعها كهربا في الشوط الاولاني. عجبني كمان النادي الاهلي النهارده في الشوط الاولاني التحولات الهجوميه واستغلال مساحات كبيره اللي سايبها سيمبا في خط ظهره، نتيجه ان هو بيلعب دفاع متقدم، وطبعا الاطراف بتاعته على قدها بشكل كبير جدا في التغطيه والمساحات والسرعات، وكان بيستغلها النادي الاهلي بشكل كويس جدا سواء رضا سليم ولا بيرسي تاو. والتركايه بقى اللي بيعملها كولر قدام اي فرقه بتلعب دفاع متقدم وبتسيب مساحات في خط ظهرها، التركايه بقى اللي بيعملها كولر ببساطه هتلاقي بيرسي تاو ناحيه الشمال بينزل يستلم كتير في نص الملعب ويسحب معاه الباك الشمال بتاعه على طول. الو ديانج اللي مايل دايما ناحيه بيرسي تاو هتلاقيه كده بيتسحب وبيتسرسب في المساحه اللي فضها له بيرسي تاو، تتلعب الكره على طول في ظهر بيرسي تاو تيجي الو ديانج. الكره دي اتكررت اكتر من مره النهارده قدام سيمبا، ومنها طبعا الكره بتاعه كهربا وضربه الجزاء الواضحه وضوح الشمس بتاعه كهربا. وانا مش فاهم ازاي الحكم ما شافش دي ضربه جزاء مع ان الفار جابه قال له تعالى بص دي واضحه جدا العرقله. الراجل خابط كهربا في رجليه الشمال، والراجل كهربا بيستلم برجليه اليمين والراجل خبطه في رجليه الشمال اللي هي الرجل الثابته، كهربا لازما يقع. فالنادي الاهلي ليه ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس في الشوط الاول ان الحكم تغاضى عنها بشكل غريب جدا، ولكن كانت ممكن تغير النتيجه اكتر للنادي الاهلي في الشوط الاولاني. لما نخش بقى على الشوط الثاني، وطبعا الهدفين اللي جم فيك في اول طبعا 10 دقايق وهدفين في 5 دقايق، ومنها طبعا اخطاء واضحه. منها طبعا انا مش فاهم ياسر ابراهيم في الهدف الاولاني هو كان فين ولا رايح فين ولا ساب مكانه ازاي دوت في قلب الست يارده في قلب ال18 وما كانش موجود اساسا في اللعبه. تاني حاجه في الهدف الثاني هتلاقي هاني دايما في اي كره عاليه في اي كره ثابته في اي احتكاك هتلاقي محمد هاني صوره بس عباره عن تمثال واقف، مفيش اي التحام مفيش اي اشتراك، ما بيحاولش ان هو ياخد الكوره بالراس. تحس كمان ان هو بينزل
راسه لتحت عشان ما ياخدش الكوره وما يحصلش بينه وبين اللاعب دوت اي احتكاك. فطبعا خطأين كلفوا النادي الاهلي هدفين في 5 دقائق، قلبوا عليه المباراه بشكل كبير جدا في بدايه الشوط الثاني. لكن الحمد لله على طول كهربا جاب الهدف الثاني التعادل بتاع النادي الاهلي بعديها بدقائق. فالحمد لله الهدف دوت جه بسرعه، واهم من الهدف هو توقيت الهدف، لان طبعا الهدف دوت لو كان اتاخر اكتر من كده كان هيدخل النادي الاهلي في مشاكل كتير جدا، منها طبعا التسرع والاستعجال والاندفاع الهجومي، ويسيب مساحات كبيره لسيمبا في نص ملعبك وفي خط ظهرك كان ممكن يستغلوها ويعملوا عليك كونتر اتاك ويجيبوا الهدف الثالث. لكن الحمد لله النادي الاهلي في توقيت مميز جدا بعد الهدف الثاني بتاع سيمبا جاب هدف كهربا ورجع في المباراه. كولر بقى بالتغييرات بتاعته راح منزل مروان عطيه وساحب قفشه عشان يحافظ على نص الملعب الدفاعي بتاعك ويحافظ على النتيجه، وراح منزل بقى حسين الشحات عشان يبدا يلعب على التحولات الهجوميه واستغلال المساحات الكبيره في خط ظهر سيمبا النهارده سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. وكان ممكن النادي الاهلي في الشوط الثاني النهارده ان هو يسجل الثالث والرابع لو النادي الاهلي ركز في الفرص اللي جات له، زي الفرصه بتاعه كهربا اللي لعبها له بيرسي تاو في نهايه الشوط الثاني، وطبعا الفرصه المؤكده بتاعه صلاح محسن. وانا مش فاهم صلاح محسن هو عاوز ايه اكتر من كده. يعني الفرص اللي بياخدها صلاح محسن واللي خدها صلاح محسن اقسم بالله العظيم مليون واحد في مصر ومليون لاعب في مصر يتمناها، لان صلاح محسن بقاله 4-5 سنين يجي النادي الاهلي ياخد كميه فرص ما يحافظش عليها، النادي الاهلي يطلعه اعاره، يطلع الاعاره يتالق شويه يظهر بشكل كويس، النادي الاهلي يرجعه تاني ياخد كميه فرص ما يستغلهاش، النادي الاهلي يستغنى عنه ويطلعه اعاره يرجع تاني. فانا مش فاهم امتى صلاح محسن هيستغل الفرص دي ويثبت للكولر وجماهير النادي الاهلي ان هو لعيب كويس يستحق ان هو يتواجد ويفضل موجود في نادي بحجم النادي الاهلي. ولكن زي ما قلنا في بدايه الفيديو النادي الاهلي صحيح تعادل النهارده قدام سيمبا، ولكن عمل مباراه كبيره جدا قدام سيمبا النهارده في تنزانيا في طبعا افتتاح دوري السوبر الافريقي. اتمنى طبعا النادي الاهلي وان شاء الله النادي الاهلي يتاهل يوم الثلاث اللي جاي باذن الله هنا في القاهره. المباراه ان شاء الله في المتناول، فريق انا شايف ان هو فريق متواضع، النادي الاهلي فارق كبير جدا بينه وبينه في الامكانيات الفنيه والفرديه، فان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتاهل هنا ان شاء الله يوم الثلاث الجاي على سيمبا التنزاني في دوري السوبر الافريقي. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.